أقامت كلية التربية الأساسية في جامعة ديالى الملتقى الثقافي الأول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هكذا نشاطات لها أهمية في التعريف بالنساء المبدعات في جميع مجالات الحياة، حيث تمت استضافة إحدى الباحثات من ذوي الهمم تمثل بتفانيها نموذجا علميا للنجاح الأكاديمي. اعتزازا بدور المرأة في بناء المجتمع، أقامت كلية التربية الأساسية في جامعة ديالى هذا النشاط بمناسبة عيد المرأة العالمي. استضفنا اليوم واحدة من أصحاب الهمم وهي السيدة وصال، الإنسانة المضحية التي تحدت كل ظروفها من مرض وإلى آخره، لتقدم لنا نموذجا رائعا وراقيا للمرأة العراقية المتحدية الصابرة المؤمنة. سلطنا الضوء على شخصية مهمة في العراق، وهي طالة خليل التي كانت من صناع الأمل وحازت على المرتبة الأولى في المسابقة التي جرت في الإمارات. أيضا هناك كانت استضافة إلى شابة واعدة شاعرة من ذوي الهمم، وصال السامرائي، هي من الشابات الواعدات التي نجحت نجاح باهرا في المجال الثقافي والعلمي، وكانت من الأوائل أيضا في هذا المجال. تكمن أهمية هذا اليوم بإبراز المبدعين وإبراز الإبداع من النساء، وخاصة في محافظة ديالى. وكانت معنا الشاعرة وصال السامرائي، واللي إجابة على من يسأل هل هناك أهمية أو هدف سيسمو ويبرز في هذه الاحتفالات، ما الفائدة من هذا الاحتفال وما الفائدة من هذا الحضور؟ هو مساعدة وإبراز المرأة العراقية المبدعة، وخصوصا في محافظة ديالى، وإشارة إلى أن هناك مبدعات وإن لم يشار لهن بالبنان.